السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين ستذهب في ليلة الكريسماس؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كنت تكلمت مع حضراتكم قبل كده في مقطع عن حكم الاحتفال بما يسمى الكريسماس، وده المقطع لمن أراد أن يرجع إلى الحكم الشرعي فيه المقطع موجود. لكن أتكلم هنا عن نقطة محددة. بعض الناس بنية طيبة، لأن طبعا يعني إيه، يعني لا تكفي النية الطيبة في فعل أي شيء، فلا بد من مع النية الطيبة لا بد من عمل صالح. فالعمل الفاسد لا تصلحه النية الطيبة. واضح كده حبايبي؟ فبعض الناس ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين ويبارك فيكم أجمعين، يقول لك طب خلاص بقى النهاردة أو الليلة دي ليلة بيرتكب فيها كم كبير جدا من المعاصي، ايه رأيكم؟ يقول لك كده ايه رأيكم بقى نحيي هذه الليلة بقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لحضراتكم الاحتفال بيوم زي او بليله زي ليله الكريسماس بيكون بحاجه من الاتنين. اما ان ناس بتحتفل فيه بالمعاصي، ودي دول كتار جدا، يعني عدد كبير جدا من الناس سواء مسلمين او غير مسلمين، تمام، بيحتفلوا بكثرة المعاصي، شرب الخمور وفعل الفواحش عياذا بالله الى غير ذلك، وكلنا عارفين اللي بيحصل، عافانا الله واياكم. لكن في صنف هو مش واخد باله ان ده برضه احتفال بالكريسماس، يقول لك ايه، طب تعالوا بقى نصلي قيام الليل، أو تعالوا نقرأ القرآن، أو نذكر المولى عز وجل، أو نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك يا حبيب قلبي، يعني ربنا يبارك في عمرك، وأقول لك أختي الفاضلة ربنا يحفظك ويبارك فيكي، لو فعلتم طاعة لم تفعلوها في أي أيام تانية يعتبر برضه احتفال بالكريسماس. يعني إيه؟ يعني أين ستذهب في الكريسماس؟ لو حضرتك أو حضرتك متعودين طول السنة بتصلوا قيام الليل، يبقى نصلي قيام الليل في هذه الليلة. متعودين طول السنة ان في بتيجوا بالليل بتصلوا ركعتين وبعدها بتقرأوا ورد من القرآن وبعدين بتكثروا من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا كده. اما ان كنا مش متعودين على قيام ليل، فما نجيش في ليلة الكريسماس نصلي قيام الليل، لان هذا يعتبر برضو احتفال بيوم بليلة الكريسماس. واضح كده حبايبي؟ لان اصلا العيد صورة من صور العبودية، والعيد له علاقة بعبادات عندنا احنا في الإسلام. فعيد الفطر مثلا بيجي بعد صيام شهر رمضان المبارك، وعيد الأضحى موافق لموسم الحج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن لكل قوم عيدا، إن لكل قوم عيدا، ما نخلطش أعيادنا مع بعض. إن لكل قوم عيدا وعيدنا أهل الإسلام الفطر والأضحى. وعشان كده حبايبي لما جاء أحد الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، يعني أنا نذرت إن أنا أذبح مجموعة من الإبل في مكان اسمه بوانة. فقال له صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام بيسأله بقى، قال هل كان فيها من وثن يعبد؟ فقال لا. قال له صلى الله عليه وسلم هل كان فيها من أعياد المشركين شيء؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم فأوف بنذرك. فالنبي هنا بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها حراسة التوحيد، يعني بيقول له لو كان فيها وثن يعبد يبقى ما ينفعش تذبح هناك، او لو كان فيها عيد بيقام لغير المسلمين فبرضه ما ينفعش تذبح هناك. انما طالما ما كانش فيها وثن بيعبد ولا كان فيها شيء من اعياد المشركين، تمام، يبقى اوفي بنذرك. يبقى اي شيء فيه تشبه بغير المسلمين نبعد عنه، نبعد عنه. وخدوا بالكم من حاجة حتى لا تختلط الاوراق يا حبايبي. مش معنى ان انا بقول ما نحتفلش بالكريسماس معنى كده ان احنا يعني نسيء التعامل مع غير المسلمين ابدا. احنا ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى اول آية فيه الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين بس، واخر سورة قل اعوذ برب الناس، مش رب المسلمين بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس، كل الناس مش مسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا. الله أكبر. فاحنا مأمورين يا حبايبي، وهذا دين يدين به لله سبحانه وتعالى. احنا مأمورين بالإحسان إلى أهل الكتاب وحسن معاملتهم بفضل الله وحسن جوارهم، وإن احنا نحسن إليهم، ولو عندهم مناسبة من المناسبات لا مانع إن احنا نروح نبارك لهم، مناسبة حياتية مش دينية. زي إيه؟ مثلا فلان اللي جنبي مثلا رجل مش مسلم وابنه بيتجوز، أروح أبارك له، إيه المشكلة؟ ابنه خرج من المستشفى كان مريض، أو ابنه مريض راح أزوره، إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، والحديث رواه البخاري، وأسلم الغلام على يديه. مثلا بنته اتجوزت، نروح نبارك لهم. ابنه نجح، نروح نبارك لهم. انما الاعياد الخاصه بعقائد كل اهل دين او كل اهل مله احنا ملناش دعوه بيها. احنا لينا عيدين بنحتفل بيهم، عيد الفطر وعيد الاضحى، وكل قوم يحتفلوا بعيدهم. ان لكل قوم عيدا وعيدنا اهل الاسلام الفطر والاضحى. اذا فنحن نحسن المعامله ونتعامل احسن معامله، ونحسن الجوار ونجاملهم في المناسبات الدنيويه افضل المجاملات، بل وندافع عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن احتفال باعيادهم بنبعد عنها، لأن هنا لابد أن يكون في هناك مفاصلة وحراسة للتوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أين ستذهب في الكريسماس؟ حضرتك وحضرتك لو مش متعودين على قيام الليل كل ليلة، لا ناموا. يبقى أين ستذهب؟ يبقى إيه؟ إلى الفراش. كل واحد ينام ويتوكل على الله وينام بدري عشان يلحق يقوم يصلي كده ايه صلاة الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى. انما لو واحد متعود بقى كل ليلة بفضل الله بيصلي قيام الليل، يصلي قيام الليل الليلة دي بفضل الله. هذا ليس من الاحتفال بها. متعود كل ليلة بيصلي قيام الليل وبيقرأ ورد من القرآن، يبقى يصلي قيام الليل ويقرأ ورد من القرآن. وهكذا العبادة اللي احنا متعودين عليها طول السنة نعملها في الليلة دي، والعبادة اللي ما بنعملهاش ما نعملهاش بقى بالليلة دي، لأن ده يعتبر تخصيص لتلك الليلة بتلك العبادة، وهذا هناك نهي عن ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن يا حبايبي احنا بنقول ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نحافظ على ديننا وعقيدتنا وإيماننا، وان احنا نتبع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده هو، والصحابة ما احتفلوش بميلاد النبي عليه السلام، والنبي لم يحتفل بميلاد عيسى عليه السلام. شوف قد ايه ما احتفلش بميلاد اي واحد من الانبياء. فاحنا امرنا ان نتاسى وان نقتدي بسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، لاننا لن ندخل الجنه الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي امرنا الله عز وجل باتباعه في كل صغيره وكبيره بفضل الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.